يا ليلة العيد أنستينا، كل سنة وانتوا طيبين. روتين أول يوم العيد، يا ترى حضرنا ايه وعملنا الرنجة والفسيخ والحاجات القمر ازاي؟ طب والترمس كمان، وكمان القهوة بتاعتي، ويا ترى حضرنا ايه تاني لضيافة العيد؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعك. طبعا بدأت يومي بقى بالقهوة بتاعتي. الله على الجمال. صحيت من النوم كده بقى زي ما كنت متعودة قبل رمضان، اصحى اجري على المطبخ اعمل قهوتي الجميله. شربت القهوه بتاعتي، طبعا محضره قبليها بيوم، ماليه الغساله مظبطاها بحيث ان انا اصحى من النوم يا دوبك بس اشغلها، احط الفيشه واشغلها على بشوف انا هبتدي اعمل ايه. قبليها بقى بيوم بالليل كنت عامله ايه يا دودو؟ كنت جايبه الترمس وكمان الحمص ونقعتهم كده في ميه وخليتهم لتاني يوم. يعني الحاجات دي كانت كده تاني يوم، نقعتها من بالليل لغاية الصبح. وابتديت بقى بعد كده ما جه تاني يوم غسلتها كويس قوي وصفيت المية بتاعتها، وحطيت الترمس في حلة، وحطيت كمان الحمص في حلة، ورفعتهم على النار. لما بتنقعي الحاجة بتاعتك مدة طويلة بتستوي بسرعة، وكمان علشان يستوي بسرعة يا دوبك يغلي أول غلوة وهدي النار، وطي النار خالص. توطية النار بتخلي الحاجة بجد بسرعة تستوي. بصي كده كان خلاص يا دوبك فاضل لها مفيش حبة صغيرة قوي وهتبقى خلاص استوى معانا. هيستوي معانا وهصفيه بقى من المية وهغسله كويس قوي من مية السليق بتاعته، وهبتدي بقى احطه كده في الاطباق دي، في البولات ايا كان، وهحط له بقى المية عادي من الحنفية، وهبتدي احط ملح. هملح بقى الترمس والحمص بتوعي. طبعا الملح حسب الرغبة، بس يعني بيحتاجوا حبة ملح كويسين كده، وتقلبيه كويس قوي وكده يبقى جاهز معاكي الترمس والحمص. مفيش اسهل من كده طريقة. الحاجات دي بتبقى حلوة جدا في العيد، بتقدميها كده الاولاد بقى بتقعد تتسلى بيها، فما شاء الله بسم الله ما شاء الله. كده بقى يبقى عملنا الترمس وكمان الحمص. تعالي بقى نعمل غدا النهارده. الغدا بتاعنا بقى سهل بقى، عارفه اللي هو الراعي الرسمي لمصر كلها في اول يوم العيد، الرنجه بتاعتنا القمر. جبناها طبعا في مشتريات الاسبوع بتاعتنا. جبنا الرنجه. تعالي بقى نشوف هنعمل الرنجه بطريقه سهله وسريعه. عايزه تعمليها على النار براحتك، عايزه تعمليها زي ما انا عملتها كده بسرعه بسرعه برضو زي ما تحبي. انا المره دي عملتها مش على النار. ببتدي كده يا دوبك اشيل بقى الراس واشيل كمان الديل، وببتدي ان انا اطلع بقى البطروخ بتاعها واحطه كده في طبق، وهبتدي ان انا انضفها كويس قوي وافتحها من كل ناحيه اهي. بصي بسم الله ما شاء الله. بتبقى الطريقه بتاعتها سهله، لما بتشيلي من فوق الراس وبتشيلي الديل خلاص هي بقت سهله. بفتحها اتنين وبشيل الحاجات السوداء اللي من الجنب، وببتدي اقطع كده النص زي ما انت شايفاه، 3 4 زي ما تحبي. لو فيها اي حاجه ببتدي كده انضفها بالسكين، وببتدي ارص جنبي. بشيل بقى الشوك بتاعها اللي هي السلسله دي برميها، يعني عشان ما تضايقش الاولاد وهم بياكلوا، فبحاول على قد ما اقدر بسهل لهم الدنيا شويه. فببتدي بقى اقطعها كده واخليها جنبي في الاطباق. طبعا كميه الرنجه دي انت تعمليها براحتك خالص، عايز تعملي كيلو على بعضه ماشي، تعملي 2 تعملي 3 زي ما تحبي. انا عملت هنا كان رنجتين، والبطروخ هنا حطيته في طبق لوحده عشان لسه هقولك هنعمل ايه تاني، مش رنجة بس بظبط حاجة حاجة. هبتدي بقى احط حبة خل، وكمان هنزل عليهم بحبة من الزيت وليمون بقى، بس ليمون مش كتير، يعني ايه حسب الرغبة. في ناس ما بتحبش عليه ليمون خالص، فانتي حسب رغبتك، انتي حسب ما انتي بتحبي ايه. انا يا دوبك نص ليمونة هنا ونص ليمونة الناحية التانية وخلاص على كده.
كان عندي بقى الفسيخ في الفريزر زي ما قلت لك في فيديو المشتريات، ان انا كنت ايه يعني مخزنه كده فسيختين في الفريزر، فطلعتهم نفعوا معايا. طلعت الفسيخ وكمان فك معايا مطلعاه قبليها بيوم بالليل، وجبت شنطه بقى عشان انضف الفسيخ فيها اللي هو القشر بتاعه عشان ما يتبهدليش الدنيا. لو انت خليتيها بره هيبهدلك الدنيا خالص. برضو زي ما عملنا هنا هنعمل هنا، هشيل الراس وهبتدي بقى افتحها كده بالسكينه، بس السكينه تبقى حاميه شويه عشان تبتدي تعرفي تفتحيها. يعني ايه، الفسيخ بياخد عايزه يعني ايد جامده غير الرنجه، الرنجه سهله. هبتدي برضو اقطعها كده، وهشيل برضو السلسله بتاعتها دي وهبتدي اقطعها واظبطها. وعملت طبق بصي فسيخ عسل، حط عليه برضو حبه من الخل وحبه من الزيت. كان عندي بقى من كام يوم كمان، يعني من فترة كده، كام سردينية صغيرة، فقلت هينفعوا يا بت يا دودو لأول يوم العيد، ما تشيليهم كده في كيس صغير لفيهم وحطيهم برضو في الفريزر وخليهم ورا الحاجة. والله نفعوا. ادي الفسيخ وادي الرنجة، ادي بقى السردين بتاعهم. بصي هما كام واحدة بس مش كتير، فتحت الواحده كده 2 وشلت منها السلسله، وابتديت ان انا بقى رصيتهم في الطبق اللي هو ايه، يعني كل واحده فتحتها ورصيتهم جنب بعض وفي طبق كبير بحيث ان هم يبانوا ان هم كتير، يعني اهو طبق وسط الايه، وسط الاطباق. طبعا السردين ده محدق شويه فانا ما حطيتش عليه خل، يا دوبك حطيت عليه بس حبه من الزيت بس علشان هو مش ناقص يعني حدوقيه. عملت ايه تاني، كنت جايبه البصل الاخضر دي زي ما قلنا، وابتديت بقى انضف البصل بتاعي كده، بظبط حاجه حاجه، وهبتدي برضو اغسل كمية البصل اللي انا عايزاها وهبتدي ارصها في طبق. طلعت بقى خيارتين وغسلتهم، وكمان هقطع شرايح من الخيار، وكمان هقطع قطيتين 3 كده، طماطمتين قطيتين زي ما بتقولي يعني، ما فرقتش. وقلت عشان اظبط ايه الدنيا بتاعتي، عشان الحاجات دي اللي بتساعد ايه الرنجة، فاهمه يعني ما تحلاش من غير بقى الطماطم والخيار والبصل والحاجات الجميله. بصي بقى الشكل والجمال، بجد انا ريقي جري تاني وجعت تاني بصراحه وانا بصور الفيديو. طلعت عيش بقى عندي من الفريزر، فك معايا كمان وقمرته، وابتديت كده حضرت الغدا بتاعنا. بصي الغدا ده انا بسميه الديناميت، عارفه اللي هو انت بتقعدي كده رغيف ورا رغيف مش قادره تقومي اصلا، وبتقومي بقى تحسي ان الواحد لما بياكل الرنجه والفسيخ وعايز ينام، مش عارفه جسمك بيتقل، بتبقي عايزه تنامي، مش عارفه بصراحه. المهم عملت مواعين قد كده، طبعا مواعين الزفاره دي بقعد اغسل فيها قد كده، ببقى عايزه افجر الحوض والله العظيم، ببقى عايزه افجر الحوض بالاطباق بالكوبايات، بفضل اغسل فيها كويس قوي كتير، بغسلها كمان بميه دافيه. وبعد كده بقى دخلت بعد ما خلصت، جبت بقى الفشار عشان اعمل لهم كده ايه حلة فشار حلوة على طبق كعك. هنشوف هنقدم ايه مع بعض كده بقى، علشان ايه بقى العيد بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. لو وصلتي معايا لغاية دلوقتي بقى ما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، حطي اللايك بتاعك. جبت كده حله على النار ونزلت عليها بحبه من الزيت وحبه ذره الفشار، وبقلب فيه كويس قوي لغايه ما يبتدي يفشر معايا كده. اول ما الاقي كام واحده اغطي عليه على طول، وانت بقى بتسمعي صوت الفشار بتاعك، وشويه وهدي عليه النار واطفي وافتح كده الحله بتاعتي. هبتدي بقى احط عليها ايه، احط عليها مكعب مرقه وحبه ملح. عايزه تحطي ملح بس براحتك، عايزه تحطي مرقه بس براحتك، عايزه تجيبي اللهم صلي على النبي توابل جبنه براحتك، اي نوع توابل ظبطيها وتبليها معاكي. وهبتدي بقى اقلب كويس قوي الحله بتاعتي القمر دي، وهبتدي بقى احطها بقى في اطباق، احط في بوله حسب ما انت هتقدمي قد ايه. بس بصي بسم الله ما شاء الله الحله مليانه على الاخر، يعني لازم نظبط كده العيد بتاعنا ولا ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، كل يوم يفوت عليكي حلو ومبسوطة وفرحانة، ده عيد بالنسبة لك. جبت بقى اهو الفشار بتاعي القمر والترمس كمان بعد ما خلصت، وعارفة يعني حاجة كده زي ما بيقولوا فاخر يا دودو. وطبق الكعك بتاعنا القمر، وكنت كمان بعمل لهم عصير فراولة في الخلاط، يعني ابتديت ان انا عملته وحطيت في التلاجة في الازازة، بس نسيت بصراحة ان انا اصب الفراولة مع الترمس والفشار وكده. وانا بقى بسرعه 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 يا دوبك خدت بصي ترمستين 3 كده، حطيت لهم الحاجات القمر بتاعتهم، وانا جريت بسرعه اعمل لي قهوتي الجميله. ده انا كنت مفتقداكي، بقول لها بحبك يا قهوه. وكده بقى يا بنات روتين اول يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين. وكده بقى يا بنات الفيديو بتاعنا خلاص خلص،
بس بقى لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي، وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي اللايك بتاعك واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا أحلى أمارات في الدنيا كلها، مع السلامة.